اعتزلت الفن، بس ما حد يدري ولا اعلنت هالموضوع هذا. كم سنه اعتزل؟ تقريبا 2017 18 فتحت مطعم كبير. المطعم هذا كلفني. وين؟ بمصر. فتحت هذا الاربع طوابق اللي فد شيء خرافي، واكل عراقي وسوري وغربي خلاص يعني قلت كان مورد مالته حلو، فلوسه حلوه. جت كورونا دمرت العالم فخسرت هواي. فمن خسرت حسيت نفسي انه خلاص لازم ارجع الفن. قلت هو رجعت للصفر؟ رجعت رجعه كافره. وصلت مرحله كابرت وقلت اني هاي الشغله خلص 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 خلص. بس من قعدت الصبح لقيت الثلاجه ما بيها خبز. انا شفت جهالي بعيني قلت لا خلص يعني ما اقدر. المهم خابرت على ليش ردت تبطل غنى؟ ها؟ ليش ردت تبطل غنى؟ يعني ليش بطلت غنى؟ ما ادري يعني. هو انا ما اقدر اقول حرام ولا اقدر اقول حلال ولا اقدر اتدخل بهالشغلات السماويه او الشغلات الدينيه. يعني انا انت قناعتك شنو؟ الغنى حرام لو حلال؟ قناعتك؟ بعض منه احس حلال وبعض منه حرام. يعني خلينا نكون واقعيين. يعني شو وقت يصير حرام الغنى؟ من يصير من تغني بمكانات اللي بيها نسوان وبيها شرب وبيها تفاصيل، يعني اللي توصل مرحله انه الانسان الغنى بالملاهي حرام؟ طبعا ليش ما حرام؟ انا اعتبر الغناء رساله لازم تكون هادفه وساميه ونظيفه. انا اليوم اريد اوصل لك انه انا حبي هيجي الانسان لاخوي لاختي بالموسيقى بتفاصيل اعيش. بس شلون يعيشون؟ انت تغني بملاهي. اي شلون واحد ماكو يعني شلون يعيش؟ والله باوع انا شلون يعيش يا ما يغني بهالمكان؟ انا يعني بيا ما بيا قاعد احافظ على وضعيتي. يعني ما انجرف بهالتفاصيل ولا انجرف بمواضيع مع احترامي لك القدره والشغلات هذه، ولا شرب ولا شغلات ولا يعني. بس مجرد اجي اغني واروح اونس نفسي. كنترول صعب.